هو انتوا زعلانين ان احنا بنقول عليكم جمهور بليله؟ طب ما انتوا جمهور بليله، انتوا ما بتفهموش في الكوره، انتوا بتنساقوا ورا ادارتكم. لما ادارتكم تفضل السنين دي كلها بتضحك عليكم وانتوا منساقين وراها يبقى انتوا جمهور بليله، يبقى انتوا جمهور بيستغفل من ادارته، يبقى انتوا جمهور ادارته ما بتحترموش، وتستحقوا عدم الاحترام ده لان انتوا جمهور بتنساقوا. قطيع بينساق ورا اداره نادي الزمالك. اداره نادي الزمالك لما تطلع تقول لك ان امام عاشور هو اللي طالب بالاحتراف، كلكم انساقتوا ورا الكلام ده واقتنعتوا تمام الاقتناع ان امام عاشور هو اللي مصمم انه يخرج من نادي الزمالك وان هو اللي مصمم يحترف، في حين ان الحقيقه عكس كده تماما. وطلع امام عاشور قال الحقيقه مع شوبير، قال انه ما كانش عايز يحترف وكان مكمل مع نادي الزمالك عادي جدا. فوجئ باتصال تليفوني الساعه 12 بالليل بيقولوا له تعالى النادي، احنا وافقنا على عرض احترافك من ميتلاند الدنماركي، والعرض كان ب 3 مليون دولار لنادي الزمالك. وبعد كده مرتضى منصور صور معاه الفيديو اللي طلع فيه امام يقول ان هو نفسه يحترف وان هو عايز يحترف، طبعا بالاجبار. امام قال الكلام ده ومرتضى منصور اجبر امام انه يقول الكلام ده، في حين ان اللاعب كان مستقر مع نادي الزمالك وما كانش بيفكر اساسا في الاحتراف. صدقتوا بقى ان انتوا جمهور قطيع وان انتوا جمهور بيتغفل من ادارته؟ هي دي الحقيقه اللي انتوا رافضين ان انتوا تعترفوا بيها، ان انتوا جمهور قطيع وسهل انسياقه جدا، وسهل الاداره تغفله وتضحك عليه، وكمان الاداره بتاعتكم عمرها ما احترمتكم. السلام عليكم.